البلاد الآن في حاجة للأمن والاستقرار، الهدوء. هذا هو علاش اختار، علاش قلنا انها ما هياش مجرد عمليه مربوطه هكا بمجموعه صغيره، لا، تخطيط مركزي في ولايات مختلفه تجاه قوى مختلفه. لما يصبحوا مجموعه اجراميه تمارس الاغتيال السياسي واجمعوا التوانسه الكل على ذلك، ما فيهم السيد لاجل الغنوشي في المده الاولانيه وحب يمشي يعزي، غير الاهالي رفضوه، من بعد يصبحوا هذم مظلومين. حاسة لطفي نكذب. اي تولي فضيحه يعني. هذايا ضوء اخضر رسمي للاعتداء. ونحن مشكلتنا هو التونسي والزوالي، مش اجى خذ بايتك وقلي راونا ما نتعاملوش مع تونس كعكه نقسموها. تونس ماهيش كعكه بالكل. فتنت روحي يا شيء علمتها معنى الخلود. هذه آخر التصريحات، تصريحات نارية الأمين عام حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بالعيد. شكري بالعيد اللي كان حاضر بيناتنا البارح في بلاتوات قناة نسمة وتحدث بإطناب على الاغتيالات السياسية في تونس ما بعد الثورة وعلى العنف، وتوجه باتهامات لبعض الأطراف المحرضة عليه، وأفاد أنه باش يواجهوا بالوقفات الاحتجاجية، لكن ما كانش يتوقع أنه هالكلمات اللي قالها باش تكون آخر كلمات ليه يعبر بها على مواقفه وآرائه. الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى. شكري بالعيد قيادي الجبهة الشعبية وممثل بعض تيارات اليسار اللي اختطفته يد الغدر اليوم الصباح من أمام منزله بعد إصابته ب3 طلقات نارية. أفاد التقرير الطبي الأولي أنها كانت دقيقة وفي أماكن قاتلة. أمين عام الوطنيين الديمقراطيين كان اليوم الصباح متوجه للعمل متاعه، كان في انتظاره سائقه الشخصي، لكن تفاجأ بمهاجمة شخص مجهول لابس برنوس بحسب تأكيد شهود العيان، واللي استهدفوا طلقات نارية وتحصن بالفرار مع شخص ثاني على دراجة نارية. شكري بالعيد من أبرز المعارضين التوانسة واللي كانت مواقفه حاضرة في كل مناسبة، محامي وسياسي تونسي وعضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. تولد في جبل الجلود بولاية تونس في 26 نوفمبر 1964. شكري بالعيد في أكثر من مناسبة تحدث على الاغتيالات السياسية في تونس وخطورة غض النظر عليها، وما كانش يتوقع أنه هالخطر باش يكون هو أحد ضحاياه. شكري بالعيد غادرنا اليوم 6 فيفري 2013 38 متاع الصباح. طريقة قتله تخليه يكون أبرز شهيد من شهداء الثورة والحرية والكرامة التونسية. تغمد الله روح الفقيد وأسكن فراديس جنانه، وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.